اتنين بيتنافسوا على مين بتلبس أغلى فيهم من التانية، والبراندات مغرقة الدواليب، وكل فوتو سيشن بيبقى أغلى من التاني. ياسمين صبري من أول ما ظهرت وهي بتحاول تصدر البراندات اللي بتظهر بيها، ومي عمر ما ادتهاش الفرصة ولا سابت لها الساحة لوحدها، فكانوا هما الاتنين أكبر منافسين لبعض. علشان تقرر بوسي بعد ما حياتها اتغيرت السنة الأخيرة إنها تبقى من أصحاب البراندات اللي بتبقى بأصفار كتير. شنط المشاهير بقت أهم وأغلى بالنسبة لهم من اللبس اللي بيلبسوه، والبراندات العالمية عندهم بقت الأهم. يا ترى مين عندها شنط سعرها أغلى من التانية؟ وهل فعلا مي عمر بقت صاحبة شنط أغلى من ياسمين صبري وعدتها في أسعار الشنط؟ وليه بوسي دخلت لعبة الشنط البراندات؟ كل ده وتفاصيل أكتر عن الشنط وأسعارها ولفة في دولاب كل واحدة منهم هيعرفنا حكايتهم إيه. خليكم معانا للآخر وهتتفاجئوا باللي عملته مي عمر. ياسمين صبري قررت من أول ما ظهرت إنها تتشهر بالبراندات اللي بتظهر بيها، سواء بقى كانت البراندات شنط أو لبس. بس الشنط أخدت اهتمام كبير قوي، وخاصة إن الشنط اللي بتشتريها بقت عبارة عن تجارة ممكن تتباع بعدين بتمن أغلى من اللي اشتريته بيه. علشان كده هنلاقي في الطيارة اللي بتركبها ياسمين صبري شنطتها ليها كرسي لوحدها. ومن الشنط اللي بيبقى ليها كرسي لوحدها هي شنطتها البرتقالي من براند إغماس، ودي سعرها عدى 1.5 مليون مصري. ده غير شنطة نبيتي من نفس الماركة، ودي بقى سعرها بالدولار وصل ل 110 ألف دولار، يعني بالمصري 5.5 مليون جنيه. وعندها شنطة تانية لونها أخضر، ودي سعرها وصل ل 400 ألف دولار، يعني بالمصري سعرها 20 مليون جنيه. بالمختصر كده ممتلكات ياسمين صبري من الكام شنطة دول يعيشوها ملكة. بس بقى مي عمر ذوقها مختلف في الشنط اللي بتشتريها والبراندات اللي بتجيبها. يعني مثلا شنطها السوداء اللي من ديور فدي عدى سعرها 4300 يورو، يعني بالمصري حوالي 250 ألف جنيه تقريبا. ده غير شنطتها الوردي من ديور واللي سعرها 190 ألف جنيه، وشنط كتير من ديور سعرها تقريبا في نفس الرينج، ودي الماركة المفضلة عندها واللي بتتميز بحجمها الصغير وشياكتها. أما بقى شنطتها من إغماس فكانت مختلفة خالص عن ذوق ياسمين صبري، وده خلى الشنطة اللي اشتريتها من البراند مختلفة عن بتاعة ياسمين. سعرها كمان مختلف ووصلت ل 71 ألف جنيه مصري، يعني ما كملتش المليون جنيه. ده غير المطربة بوسي بعد ما حياتها اتغيرت وبقت مطربة في الأفراح الهاي كلاس وبقت مقضياها براندات، فدخلت هي كمان في الشنط البراندات، وهي كمان جابت شنط من هيرمس وكانت مختلفة عن ياسمين ومي، وسعر الشنطة دي وصل لحوالي 1.6 مليون جنيه. ده غير شنطتها من جوتشي واللي وصل سعرها ل 82 ألف جنيه. وطبعا كل واحدة فيهم ليها ذوقها خاص في الشنط. انتوا بقى ذوق مين عجبكم أكتر؟